السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبأسعد حال ان شاء الله. نصلي كده على النبي يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معانا في القناة، ويا ريت ما تنسوناش باللايك الجميل بتاعكم. النهارده بقى انا جايه اعمل معاكم طريقة البلح. معظم الناس بتعملها في البيوت، فانا حبيت ان انا اشارككم طريقة البلح انا بعملها ازاي. طبعا احنا عارفين ان البلح ده موجود اليومين دول في السوق وبكترة جدا. وما هوش غالي. كيلو ب10 وكيلو ربع ب10 بقى انت وشطارتك حسب ما تجيبيه. وفي كيلو ونص على فكرة يعني، وبدأ ينزل برضو. وعندي هنا معلقتين كبار من السمنة البلدي. دي سمنة بلدي يا جماعة، وانا عاملاها على ايدي وبنزل لكم برضو طريقتها. لو ما فيش سمنة بلدي ممكن زبدة، ممكن اي سمنه روابي، سمنه هولندي، اي نوع سمنه. مفيش خالص عادي الزيت مش مشكله. طبعا احنا معانا هنا 3 معالق كبار من القشطه، يعني لو مفيش سمنه القشطه برضو كفيله. بدل السمنه موجوده معانا، بس احنا بنقول علشان الطعم مش اكتر، وفي نفس الوقت صحيه. وعندنا هنا كوبايه من الحليب. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض طريقة البلح ازاي. انا هنا هخلي المكونات دي كده على جنب، وهنقشر البلح هنا في الطبق. هنقشر البلح هنفصصه. معلش بقى انا مش لابسه جوانتي، بس انا غاسله ايدي كويس على فكره، عشان ما حدش يقول لي انت مش لابسه جوانتي ليه يا مواد. هنا اهوت بقشر البلح اهوت. بقشر البلحايه نصين. عايزه تعمليها تقطعيها اكتر من كده براحتك، ده حاجه برضو ترجع لك حسب ما انت عايزه. اهوت هعمل لكم واحدتين كمان عشان تشوفوها. طبعا انا مش جايبه اكله غريبه ولا اي حاجه، معظم الناس بتعمل البلح ده في البيت. بقى في ناس بتبقى عايزه تاكل حاجه حلوه ومسكره فبتعملها، وفي نفس الوقت مغذيه ومفيده جدا للاطفال. اهيت زي ما انتوا شايفينها اهيت كده. انا بطلع الايه النقه بتاعه البلحه وبقسمها 2 زي ما انتوا شايفينها كده. هنخلص الكميه وارجع لكم تاني. انا هنا بقى خلصت الكميه بتاعتي اهيت زي ما انتوا شايفينها اهيت. الواحده مقسومه 2. على فكره ديت 2 كيلو بلح، انا بكتر فيه عشان احنا بنحبه. وفي ناس بتحب تعمله كده وبتعينه في الفريزر بتفرزه. بصراحه من السنه للسنه ما بيجرالوش اي حاجه، بيعملوا بالمعجنات، بيعملوا بالقرص. وانت برضو ممكن تعمليه عجوه وتعينيه برضو مش هيجراله اي حاجه. فاليومين دول بقى عشان البلح كتير انت ممكن برضو تخزنيه زي اي حاجه بتخزنيها في الفريزر بالظبط، ما بيجرالوش اي حاجه. يلا بينا بقى الخطوه الجايه على البوتاجاز مع بعض. انا هنا على البوتاجاز اهيت، حله اهيت هي سخنه تماما. هنزل اول حاجه بالسمنه. هحط برضو حته سمنه روابي مع السمنه البلدي. هحط سمنه روابي. السمنه ساحت اهيت. هنزل بقى بالبلح بتاعنا. عايزه اقول لكم ان الاكله ديت احنا يعني بصراحه ما بنصدق ان البلح الاسمر يطلع، بسبب اللي احنا بنحب الاكله دي. بس انا بنصح اللي عنده السكر اللي هو مرض السكري بصراحه يعني ما ياكلش منها، لان هي بتحتوي على نسبه سكريات يعني بالهبل. شايفين اكله جميله وتحبوها. يعني معظم الناس بتعملها، مش حاجه جديده يعني، بس التكات بقى والحركات اللي فيها هي اللي بتفرق مش اكتر. انا هغطيها بالظبط 5 دقايق وهنرجع لها تاني واقول لكم هنعمل ايه. هنبص عليه هنا هنشوفه بدأ يطرى معايا اهوت. ولو في بلحايه ناشفه هتطرى معايا في النار.
انا عايزه اقول لكم ان ما شاء الله الريحه جميله جدا، يعني السمنه البلدي مديه ريحه البلح جميله جدا. يا جماعه انا بقوله بحذر اهو، اللي عنده مرض السكري ما ياكلش الاكله دي. يعني الاكله دي دسمه جدا ومسكره جدا، يعني كفايه نسبه السمنه اللي فيها واللبن والقشطه والسكر. يعني يا بصراحه انا ما بنصحش المريض مرض السكري ان ياكلها. انا هسيبها 5 دقايق كمان تطرى معايا، وبعد كده هنقول بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. ورجعنا تاني اهي، هنكشف عليها بقى ونشوفها اخر مره. هي كده حلوه تمام، يعتبر استوت معايا اهي. والبلحه احمرت ازاي. انزل بقى هنا بكوبايه اللبن. عايزه اقول لكم يا جماعه، لو البلح سخن ما تحطوش لبن ساقع. لو البلح سخن ما تحطوش لبن ساقع. لو في عندكم لبن في التلاجة طلعوه، يكون درجه حرارته درجه حراره الغرفه اللي انت قاعده فيها. زي ما انتوا شايفين اهوت كوبايه اللبن. انزل كده شويه بشويه. هتأدمنوها صراحه، هتأدمنوها. بس ما انصحش مريض السكري يا جماعه، انا بقول اهوت ما انصحش مريض السكري. كوبايه اللبن اهي، وعلى فكره ممكن تعوز لبن كمان. انا هسيبها بالظبط 5 دقايق وهنرجع لكم تاني. هنبص عليها بقى. هي كده استوت معايا اهيت. شايفين البلح بقى زي العجوه. على فكره انا حطيت لبن مفيد جدا وحاجه حلوه، وفي نفس الوقت هتدي طعم. وغير كده كمان بتقللي من نسبه السكر، لان هنا البلح عندي مسكر جدا. في ناس ما بتحبش الحاجه المسكره، فاللبن بيقللك نسبه السكر اللي فيه. وطبعا يعني هيفضل مسكر برده، بس بتقلل نسبه السكريات اللي فيه، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو للبلح. يلا ندفع عليه ونشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. انا هنا اهوت جبت غرفت البلح بتاعنا اهوت. شايفينه؟ بسم الله ما شاء الله طعمه جميل جدا. احنا بقى نسيبه على كده؟ لا طبعا، احنا مش بناكله كده. احنا ما بنحبش بنحب نعمله كده، بس ما بناكلهوش كده. يعني ما بناكلهوش كده بالمعلقه. بنعمل ايه بقى؟ بجيب هنا عيش فينو، طبعا احنا عارفينه، او اي عيش، اي عيش عندك. بجيب كده، جيب معلقه تانية معلش. بنجيب كده البلح. شايفين انا بناكله كده دايما بناكله كده. وبعمل السندوتش بتاعي من البلح. طبعا هو لسه البلح سخن، بس انا حابه بس اوريها لكم اهو. جميل جدا يعني. بصوا هتحبوا الاكله ديت وجميله لاطفالكم. بس ما انصحش، بقول الاول واخر مره، ما انصحش المريض السكري ان ياكل بلح اهو. مش كتير طبعا عشان هو مسكر جدا اهوت. هنخلص الكميه مع بعض اهوت. انا قسمه الرغيف 2، بحيث برضو ان ايه، ان عيالي يعرفوا ياكلوه. لما بديلهم رغيف كامل بيقعدوا يستكبروا كده، يقولوا يا ماما ده كبير. ادم ابني يقول لي يا ماما ده كبير مش هعرف اكله، فانا قسماه نصين. فانت بقى تعملي بقى بحاله، تعملي بقى زي ما انت عايزه اهوت. اطفالك هيحبوا الاكله دي جميله جدا وهيحبوها، وانتوا هتحبوا تعملوها، واللبن هيديلها طعم جميل جدا. ولو عندك سمنه او زبده او اي حاجه بتعمليها بيها. طيب القشطه بقى، انا بجيب القشطه اهيت. لكل سندوتش بحط فيها معلقه. انا هحط في 3 بس، لان ادم ابني ما بياكلش القشطه اهيت. تدي طعم جميل جدا. عايزاكم بس تجربوها كده، هتحبوها والله، هتحبوها وهتدعوا له، هتأدمنوها. يعني هتأدمنوها في الاكل اهيت. وهتحبوا الطريقه دي على فكره اهيت. احلى سندوتشات، تنفع وجبه عشاء، تنفع وجبه فطار، تنفع حاجه تحليه. وعملتيها وبطريقه سهله وبسيطه جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت يا جماعه ما تنسونوش في اللايك، اوعوا تنسوني في اللايك.
واللي ما اشتركش في القناه، لو الفيديو عجبك يا ريت تشترك معايا في القناه وفعل معانا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.